كل تعب يبين على الوجه، أكو وجع يوصل للروح ويخلي الإنسان يطيح وهو ساكت. وزياد بعد كل اللي مر بيه وصل لمرحلة حتى جسمه ما عاد يتحمل. وين؟ آني؟ هدي بالك، انت هسه بالمستشفى. شنو صار لي؟ لا تخاف، صرت بخير. لا تدقون لأهلي، ما أريد أحد يجي. ما عندي أحد أساساً. انت منو؟ وأهلك وين؟ ما أعرف شلون أوصف لك. أحس روحي وحدي بهالدنيا. كل شي صار ثقيل، حتى نفسي تعبت مني. لازم نتواصل ويا أحد من أهلك. عندك رقم أبوك؟ ألو، حضرتك أبو زياد؟ ابنك بالمستشفى شنو؟ زياد؟ شلون صار هالشي؟ حالته كانت تعبانة، حاول تجي إذا تقدر. ها؟ لا، أني فهمت. هالشبك صافن؟ شلون وصل لهالحالة؟ مو هذا اللي جانتي تريدينه؟ شنو يعني أني أريد أمرض؟ أني السبب هسه؟ أنت من البداية ضدي وضده. إذا هو رجال وجان تحمل الدنيا. كل يوم تضغطين علي لحد ما طلع من البيت. أنت هسه تلومني لأني ابنك ضعيف؟ لأنش ما خليتيني أتصرف وياه كأب. هسه تريد تروح له؟ هو ما طلع لأني أريده يطلع، أكيد لازم أروح، يظل ابني. وبعدين شنو؟ ترجعه للبيت وترجع المشاكل. بس هسه محتاجني. أنت ناسي ايش قد تعبك؟ شكت مشاكل سوا وأنت منه محتاجك من تعب. يمكن عندك حق. هو فكر بيك يوم أنت قلبك يحن بسرعة، بس إذا رجع حياتنا كلها ترجع جحيم. خليه يعتمد على نفسه شوي. إحنا أخيراً ارتحنا، لا تخرب كل شيء بسبب لحظة ضعف. طيب خليه، يمكن هالشي يفيده أكثر. حتى هسه ما حد دقيقة. واضح؟ أني وحدي فعلاً. أصعب شعور مو الألم، أصعب شعور لما تطيح وما تلقى أحد يمد إيده إلك. وزياد بهالليلة بدأ يفهم الحقيقة كاملة. هلا بيكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد، وانتظرونا بحلقة